السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي يسرا شانيل. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كيك سهل، كيك بالكركاع والزبيب، كيجي هشيش ورائع في المذاق. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا حتى لاخر فيديو باش تشوفوا الطريقه والسر اللي كيخلي الكيك تبقى معكم رطبه لمده طويله. بالنسبه للمقادير، عندي 4 ديال البيضات، كنعمل قبصه ديال الملحه وكاس ديال السكر الخشن، وغنضيف كأس ديال الزيت. بالنسبه للكأس اللي كنعبر به السكر والزيت كيكون نفس العبار. انا كنعبر بكأس ديال العنبه. المهم غنخلط المكونات مزيان مع بعضياتها حتى يبان لي الخليط كيتضاعف ونسجموا المكونات مع بعضياتهم. كنضيف 2 ديال ساشي ديال الكاكاو وكنخلط كاكاو مع المكونات. عاد كنضيف واحد دانيط ديال الشوكولات وواحد دانون ديال الفاني. كنخلط دانون ودانيط مع المكونات كامله وغنضيف الكركاع اللي قطعته طريفات صغارين والقليل من الزبيب او العنب المجفف. بالنسبه لي انا عملت الكركاع والزبيب، في امكانكم تعملوا الكركاع والتمر ولا تختاروا اي مكسرات كتفضلوا. انا من سبق لي شاركت معكم بالكركاع والتمر، دابا جربتها بالزبيب، عوضتها بالزبيب. ودابا غنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه تدريجيا، غربلته من قبل. وعندي هنايا خميره الحلوى عباره 20 غرام. اذا ما كنتوش كتوفروا على هاد النوعيات ديال الخميره اللي فيها العباره 20 غرام، في امكانكم تعملوا 3 ديال الخمارات ديك الحمر. بالنسبه للسر اللي قلت لكم كيخلي الكيك تجي هشيشه وتبقى معكم رطبه لمده طويله، كنعمل معلقه كبيره ديال الخل مع نصف كأس ديال الماء. بامكانكم تضيفوا هاد الماء والخل في البدايه ديال المقادير، ولكن انا كنت نسيت ما عملتهمش معكم في الاول، داكشي علاش ملي جيت نخلط مع الدقيق كبيته. دابا غنبدا نكب الدقيق تدريجيا حتى نحصل على القوام ديال الكيك اللي بغيت. عندي هنايا زلافه عامره ديال الدقيق، كنظن كافيه حيت ملي كيكون المكسرات فيها من الداخل من الاحسن ما تكثروش الدقيق اكثر من زلافه، حتى الزلافه واحد شويه دقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. دهنت المول بالزبده والقليل من الزيت وكنكب الخليط ديالي وغندخل الكيك طيب على درجه 180 درجه من التحت حتى كتبان لي طلعت وطابت من التحت. عاد كنشعل الفوق وكنخليها تحمر. من بعد ما طابت الكيك خرجتها من المول، خليتها حتى تبرد شويه، عاد كنت نقدمها معكم. كتشوفوها كيف كتبان لكم طالعه وكتجي رائعه. في امكانكم تزينوها بالتزيين على حسب الرغبه ديالكم. نقطع معكم واحد الطرف باش تشوفوها كيفاش كتجي هشيشه، غير من خلال ما كنقيسها بيدي كتبان لكم هشيشه بحال القطن. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وما تنساوش تدعموني بلايكاتكم وتعاليقكم اللي كتزيد تشجعني. شكرا لكم لحسن المتابعه، في امان الله وحفظه.